صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنعمل صينيه البشاميل، بس النهارده هنعملها مختلفه شويه. كل مره بنعملها باللحمه، النهارده هنعملها بالفراخ بس بطريقه مختلفه. بيتهيألي صينيه البشاميل ما يختلفش عليها اتنين كبار وصغيرين بيحبوها. يلا بينا نشوف هنعملها النهارده ازاي باسهل طريقه واحلى كمان. زي ما انتم شايفين كده انا جبت المكرونه وسلقتها وحطيت شويه ملح بس. زي ما انتم شايفين كده، وبخليها ليها قطمه كده، ما بخليهاش مستويه على الاخر. بعد كده غسلت البانيه وقطعته قطع زي الشاورما كده، وجبت البصل بشرته وحطيته في الماده الدهنيه، شوحته تشويحتين وابتديت ان انا احط قطع البانيه. لو عندنا بواقي فراخ برضو مسلوقه مفيش مشاكل، او غير مسلوقه برضو مش هتفرق. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اشوحها مع البصله، واول ما لونها ابيض هيبتدي ان انا احط البهارات والفلفل الاسمر والملح. هنا حطيت قطع الفلفل، في سبايسي وفي الوان. زي ما انتم شايفين كده بيدي طعم وتست عالي قوي لقطع البانيه. هبتدي بقى ان انا احط نص كوبايه ميه سخنه عشان يستووا، وزي ما انتم شايفين كده حيقتها وحطيت الملح بتاعه والبهارات والفلفل الاسمر وبقت تمام. هنا البشاميل بحاول اقلل نسبه الدهون على قد ما بقدر. هنا حطيت الماده الدهنيه مع الدقيق، وحطيت مكعب المرق، وابتديت ان انا الفهم كويس جدا. ولو كلكع خلي بالكم ممكن ان كنتوا تضربوه في الخلاط او الهاند بلندر. زي ما انتم شايفين كده حطيت الشوربه بتاعتي وحطيت اللبن وحطيت بهارات وفلفل اسمر ملح، ما بحطش حاجه تاني. طبعا حطيت مكعب المرق. بصوا بقى، لا سميك ولا خفيف. جبت الصينيه بتاعتي وابتديت ان انا احط كميه من البشاميل، وبعد كده حطيت المكرونه. زي ما انتم شايفين كده بجود بقى بشويه فلفل اسمر، وحطيت القطع البانيه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت بقيه المكرونه وبقيه البشاميل من فوق. الوش بقى بيدي طعم حلو قوي، بيبقى السمك بتاعه جوسي كده وجميل، اللي هو القشطه اللي باخدها من وش اللبن. زي ما انتم شايفين كده بقلل الدهون على قد ما بقدر، لان هيبقى فيه قشطه وفيه لبن وفيه سمنه وفيه زيوت، فبنحاول نقلل شويه. زي ما انتم شايفين كده حطيت القشطه، وبعد كده هحطها في الفرن. بوزع القشطه بقى على الوش كلها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحطها في الفرن. زي ما شايفين كده استوت وبقت خطيرة جوسي ورهيبة. لما ناكلها سخنة بتبقى جوسي زي ما شايفين، لو عايزينها قطع لما تبرد. بصوا بقى قطع البانيه خطيرة. زي ما شايفين كده، زي ما قلت لكم ممكن كنتوا تعملوها بأي فراخ بايتة عندكم. ان شاء الله تعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير.